الدولة لشؤون المرأة واجبها الأساسي هو رسم سياسة الدولة العراقية تجاه المرأة. هو رسم السياسة بجميع أنواع السياسة، كل أنواع القوانين، التشريعات، المشاريع، الأمور التي تخص المرأة العراقية في جميع المجالات. رسم السياسة حتى تبقى هذه سياسة عامة للدولة العراقية تجاه المرأة. تقوم الوزارة بمحاولة أو هي بوضع بالاتفاق مع باقي الوزارات عن مثلا ماذا ستقدم وزارة الصحة للمرأة بالتعاون مع وزارة المرأة، ماذا ستقدم الاهتمام الكامل من قبل الحكومة العراقية. حال المرأة العراقية الآن هو حال كل الشرائح الأخرى بالمجتمع، حال الرجل أيضا وحال الطفل وأكثر من ذلك. تعاني المرأة ما يعانيه الرجل من لا أدري هل أقول قلة اهتمام أو عدم القدرة على السيطرة على الأمر، أو هو تخبط الوزارات والمشاريع، لا أدري كل هذه. وأيضا تعاني المرأة أكثر من ظلم المجتمع إضافة إلى ظلم الدولة والحكومة. معالي الوزيرة، المرأة في أغلب المجتمعات هي نصف المجتمع، ولكن في العراق الصورة تختلف، فالمرأة هي أكثر من نصف المجتمع. كيف ترى وزيرة المرأة تلك الشريحة المهمة؟ أنا أرى أن نهوض المرأة في أي مجتمع هو سبب من أسباب نهوض المجتمع كله. المرأة هي تربي جيل، تنشئ جيل، وهي تساند الكبار، هي تربي صغار وتساند الكبار كأب أو زوج أو أخ. هي بشكل عام هي جاهلة أمية لا تجيد القراءة والكتابة. أيضا نسبة كبيرة من النساء في العراق هي معوزة، حاجتها كبيرة للمادة، حاجتها لرعاية، حاجتها لشريك. المرأة العراقية هي قليل من النساء العراقيات الآن يعيشن ضمن ظروف طبيعية. طيب معالي الوزيرة، كيف تعالجون التخلف؟ بالنسبة للتخلف إذا كنت تقصد مثلا محو الأمية ككتابة وقراءة، هناك مشروع وزارة التربية مع رئاسة الوزراء ووزارة المرأة سيتم إطلاق مشروع محو الأمية لمدة 5 سنوات على مستوى العراق كقطر. بالنسبة للتوعية هناك مشروع التوعية القانونية، هذا تقوم به وزارة المرأة. الآن بدأنا به التوعية القانونية، توعية النساء العراقيات بحقوقهن، توعية الموظفات، توعية ربة البيت بالدستور وبالقانون وبحقوقها. طبعا المفروض أن يكون هناك توعية للرجل أيضا، ليس للمرأة فقط. معالي الوزيرة، هل المرأة العراقية مهمشة من وجهة نظركم، خاصة من الناحية السياسية؟ بالتأكيد هي مهمشة من كل النواحي، وأيضا مشاركتها السياسية محدودة. هي صحيح في البرلمان، هي صحيح في الحكومة، لكنها ليست في مواطن صنع القرار. دكتورة نوال، على الصعيد السياسي هل للمرأة دور في العملية السياسية التي تجري في العراق، وكم لها من نصيب في هذه العملية؟ هي مشاركة في العملية السياسية، لكنها ليست في مواطن صنع القرار، لا تملك صنع القرار. هذا هو الموضوع. ما المعنى أن أكون أنا في مجلس النواب العراقي وأنا لا أشترك في المفاوضات الرئيسية التي تجرى بين قادة الكتل، ولا مرأة تشارك في هذه المفاوضات، لا أشارك فيما يتخذ من قرارات بشأن بلدي. ما معنى أن أكون أنا في الحكومة ولا أشترك في القرارات الهامة التي تتخذ في مجلس الوزراء؟ طيب معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة نوال، ما هي النشاطات التي تقوم بها وزارتكم وزارة المرأة في الوقت الحاضر كخطوة أولى لبناء مرأة عراقية عصرية؟ نحن نقوم بعدة نشاطات، ذكرت لك مثلا موضوع التوعية القانونية. هناك مشاركتنا أيضا في المجلس الأعلى للسرطان، الكشف المبكر عن سرطان الثدي. مشاركة أخرى التي إن شاء الله ستكون في 2009 في محو الأمية العام الذي سيطلق في 2009.
هناك مشاركات كثيرة الحقيقة. هناك اجتماعات دورية للجنة النهوض بالمرأة تناقش فيها عدة مواضيع، مثلا ما يخص وزارة العمل، ما يخص شبكة الحماية الاجتماعية، ما يخص المرأة في كل مناحي الحياة.